اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنعمل النهارده مقارنه ما بين شهادات البنك الاهلي الثلاث سنوات البلاتينيه، سواء العائد المتدرج اللي هي بتبدا من 26 وبعدين 22 و18، او العائد الثابت الثلاث سنين ل 21 ونص ثابته على مدار الثلاث سنين، ونشوف ايهما افضل من ناحيه الارباح. ويلا بينا نبدا الحلقه. السؤال اللي نبدا بيه الحلقه هو: هل ان الثلاث سنين متدرجه افضل من ناحيه العائد؟ هي اعلى، العائد بتاعها اعلى، او الشهاده البلاتينيه ثلاث سنين 21 ونص هتبقى اعلى؟ طيب تعال نتكلم افضل بلغات الارقام عشان الارقام بتوضح الموضوع اكتر. لما نيجي نطلع الحسبه بتاعتنا كده اهيت، نقول الشهاده 26 متدرجه دي عباره عن 26 زائد 22 زائد 18، هيطلع 66 في الثلاث سنين. لما نيجي نقسم الرقم ده على 3 يطلع 22، في حين ان الثلاث سنين التانية ثابته على مدار الثلاث سنين 21 ونص. يبقى اذا الفايده الثلاث سنين متدرجه اعلى على مدار الثلاث سنين. تمام. بس عيبها الوحيد ان الشهاده المتدرجه بتبدا الفايده في اول سنه مثلا بفايده 26 عاليه، تاني سنه تلاقي 22، تالت سنه تلاقي 18. تمام. بتحس ان الفايده عندك بتقل، فبتبقى المشكله كلها في الالتزام. بمعنى لو انا ملتزم مع نفسي مثلا ان انا اخد مبلغ معين كل شهر واريح دماغي على كده، تمام، ده هتبقى طبعا هيبقى يعني ايه، هتبقى بتضايق، لان اول سنه بعمل حساب ان انا باخد فايده عاليه، تاني سنه بتلاقي الفايده بتقل، تالت سنه بتلاقي الفايده بتقل، فبحس ان العائد الثابت بالنسبه لي كل سنه بايه بيختلف. فده ممكن لو انا عامل حساباتي على ان انا كل شهر يخش لي مبلغ معين، فدي بتضايقني. اما بالنسبه لي الشهاده 21.5%، فبتلاقيها كل سنه نفس الرقم، فبناء عليه فانا معود نفسي كل شهر اخد رقم معين. ده الفرق بين الاثنين. لكن لو احنا هنتكلم على القاعده، هي قاعده نص في المية. طبعا ثلاث سنين اللي هي مزدوجه بتبقى قاعده نص في المية من الشهاده اللي هي الثلاث سنين ال 21 ونص ثابته على مدار ايه الثلاث سنين. والاثنين طبعا زي ما احنا عارفين هي عائد شهري. تمام. الاثنين عائد شهري. ده كده كانت مقارنه بسيطه بين الشهادتين اللي طلب مني اعمل مقارنه ما بين الشهادات اللي موجوده. طبعا دي اول حلقه في المقارنات، وهتعمل مقارنات تانية بين الشهادات التانية. الاستنتاج اللي احنا طلعنا منه من الحلقه ان الشهاده 26 متدرجه اللي هي الاولانيه اللي هي دهيت اللي على اليمين، تمام، هتبقى فايدتها بتبقى اعلى من الشهاده الثانيه، عشان متوسط دي 22% في خلال الثلاث سنين. اما متوسط دي 21.5% في خلال الثلاث سنين. لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.